في لفتة إنسانية تعبر عن روح التقدير والعرفان، استضافت روضة غصون الإبداع في قضاء الهاشمية عددا من مهندسي النظافة العاملين في بلدية القضاء، وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قامت روضة غصون الإبداع الكائنة في محافظة بابل قضاء الهاشمية بتكريم عدد من عمال مهندسي النظافة التابعين إلى بلدية قضاء الهاشمية بمناسبة عيد العمال العالمي. منح مهندسو النظافة هدايا عينية بهذه المناسبة. مدير الروضة أحمد محمد كاظم جناب. الفعالية شهدت أجواء مفعمة بالفرح والسرور، حيث عبر الأطفال عن امتنانهم لهذه الشريحة المهمة من المجتمع من خلال تقديم الهدايا والورود لهم بعفوية وبراءة عكست روح المحبة والوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر روضة غصون الإبداع الاهتمام بشريحة مهندسون النظافة، ونبارك كل العاملين في المؤسسات الخدمية، وشكرا إلى الكادر الإعلامي والأستاذ المبدع مقدم البرنامج على هذه المبادرة، ومشكورين جزيلا. ياسر علي خليل، مسؤول خدمات بلدية قضاء الهاشمية. كما ثمن كادر الروضة هذه المبادرة التي تهدف إلى غرس قيم الاحترام والتقدير للعمل والعمال في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتعزيز روح التكافل الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالشكر الجزيل إلى روضة غصون الإبداع في الهاشمية بمبادرتها الجميلة لتكريم مهندسي النظافة، هؤلاء المهندسون الذين يستحقون كل التقدير والاحترام لما يبذلونه من جهد معطاء في مدينية الهاشمية وبقية المدن من تقديم خدمات ورفع من كباية النفايات والخدمات الأخرى. الحقوقي عمرو عباس ثقب، مدير بلدية الهاشمية. من جانبهم أعرب عمال النظافة عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة النبيلة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تترك أثرا طيبا في نفوسهم وتدفعهم لبذل المزيد من العطاء. حقيقة مبادرة جميلة من روضة غصون الإبداع، تكريم مهندسي النظافة بمناسبة عيد العمال العالمي. شكرا جزيلا لهم على المبادرة الجميلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. تكريم مهندسو النظافة من قبل روضة غصون الإبداع في الهاشمية في عيد العمال العالمي ما هو إلا رسالة تقول هكذا تكون المواقف الإنسانية النبيلة. لوكالة نكون إخبارية فاضل الهاشمي، محافظة بابل.